ترن ترن. الو، ياه نوجة، والله زمان بقالي كتير ما سمعت صوتك. اخبارك ايه؟ فاكرين يا جماعة اخر مرة عملتوا فيها مكالمة تليفون لحد من اصحابكم بقالكوا كتير ما كلمتوهوش؟ هل بقى لما كلمتوه اتكلمتوا على اخباركم الحلوة وقعدتوا تتكلموا على ذكرياتكم الحلوة بتاعت ايام زمان، وقعدتوا تحكوا لبعض على نعم ربنا عليكم من اهل وحبايب وعيال وصحاب وشغل وكل حاجة حلوة، ولا ايه؟ ولا مع الاسف كعادة معظم الناس الفترة دي بيحصل العكس تماما؟ ما اظنش انها مفاجأة، احنا تعودنا نشتكي من اي حاجة ونسبق بالشكوى. الدنيا حر، الدنيا برد، الدنيا زحمة، الدنيا صعبة، جوزي صعب، مراتي نكدية، عيالي مجننني، شغلي مشاكل. يوه كفاية بس بقى. ليه لازم نبخ في بعض كمية أفكار سلبية في شبورة رهيبة من التشاؤم؟ ليه صحيح؟ على فكرة عشان دي حاجة لطيفة وكويسة قوي لينا. طبعا. أولا ده بينفس عن الضغط اللي احنا بنحس بيه. حاجة لطيفة ان احنا نعلق اللي بيحصل في حياتنا من ضغط على شماعة، اي عوامل خارجية نلومها. تاني حاجة، طريقة كويسة عشان الناس ترتبط ببعض، خصوصا لو كان موضوع واحد مشترك بنشتكي منه. مثلا فلان قارف الموظفين في شركته، يقعد الموظفين مع بعض يقطعوا في فروته، وده بيقرب الناس من بعض ويحسسهم بالانتماء. الشكوى في جروب بتساعدنا ساعات نطلع مشاكلنا بره دماغنا، ودي حاجة بتريح ساعات. بالإضافة بقى إن في مكسب سنوي من الشكوى. مثلا الناس اللي بتقعد تحط بوست على الفيسبوك بخصوص مشكلة ليها أو شكوى، طب فين المكسب هنا؟ المكسب هنا واضح، هو رد الناس واهتمامهم وتعاطفهم. مع الأسف كمان العائلات اللي اتعودت لما ترجع البيت تقعد تشتكي من كل اللي حصل لها من مشاكل طول اليوم، بعد فترة بتبقى الشوكة متأصلة فيهم وبيكبر الشخص على كده. وده اللي ممكن نعتبره ساعات الاختيار الأسهل. بدل ما نتعب نفسنا وندور على حل، بنفضل في منطقة الراحة بتاعتنا ونشتكي من غير ما نعمل أي مجهود. الشكوى المستمرة كمان ليها أثر سيء على صحتنا. احنا بنفضل نغرس في عقلنا من كتر الشكوى إن العالم ده كئيب مقرف، العيشة فيه صعبة، وبالتالي بيبدأ جسمنا يفرز هرمون لمواجهة الضغط العصبي اسمه هرمون الكورتيزول. ولما الكورتيزول ده بيفرز بزيادة بيزود الضغط وبيضعف جهاز المناعة، وممكن يزود الإصابة بأمراض القلب. ولو انت بتشتكي من غير ما تحاول تحل أو تتصرف بطريقة مختلفة، بتتحول لشخصية مستنزفة للناس اللي حواليك، ومع الوقت بيبعدوا عنك عشان يبعدوا عن كم السلبية اللي طالعة منك. والحاجة بقى الغريبة إن الشكوى عمرها ما حلت مشكلة، بالعكس دي بتخلق مشاكل وبتكبرها، لأن كل ما بتتكلم على مشكلة طول الوقت من غير ما تاخد خطوات لحل المشكلة دي، طاقتها السلبية بتكبر لحد ما تبلعك. طب ازاي اوقف ده؟ حقيقي هو الشكوى لغير الله مذلة. احنا محتاجين الاول نستعين بالله. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على حل مشاكلنا بحلول لا منتهى لها. احنا نظرنا قاصر، والانسان يئوس بطبعه وبيحس ان مشكلته نهاية العالم. فاول حاجة محتاجين نعملها ان احنا نروح لربنا سبحانه وتعالى ونطلب منه المساعدة والمدد، نصلي وندعي ونتصدق، وبعدين ايا كان الحل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيلهمنا بيه نعمله ونرضى بالنتيجة. دي اول خطوة. ناخد بقى بالاسباب الدنيوية. نخلي عندنا فضول، احنا ليه عمالين نشتكي ونئن؟ يا ترى انا تعبان، مهموم، خايف، قلقان؟ على فكرة اول ما بنكتشف السبب الحقيقي ورا شكوتنا بنسأل نفسنا هل نقدر نعمل حاجة؟
لو نقدر بنبدأ فورا في كتابة خطوات حل المشكلة. كل الخطوات اللي تيجي في دماغنا نحطها على الورق. طيب لو ما نقدرش وده بره قدرتنا، نفكر هل في طريقة تانية نعدي بيها الموضوع ده. طيب احنا محتاجين برضو نلاحظ نفسنا. لو حسينا ان احنا عايزين نبدأ شكوى، نحاول نركز على اي حاجة تانية ايجابية حوالينا، حاجة بالحواس الخمسة، ومهم جدا تبقى بالحواس الخمسة. يعني ايه؟ يعني حاجة ممكن نشوفها، نسمعها، نشمها، نستطعمها، نلمسها. للواحد لما يحس الافكار عمالة تضرب في دماغه كده ومش لاحق يفرمل، مجرد ما يبص على حاجة كده بيقول مثلا ايه، الله ريحة الوردة دي حلوة وانا شاممها، شكل المبنى ده جميل وانا شايفه، انا بحب الاكلة دي ومستطعمها كأني لسه واكلها دلوقتي حالا. تغيير الحالة الذهنية بالحواس الخمس مثبت من زمان. طب ممكن نعمل ايه بعد كده؟ هنكتب بقى كل الافكار اللي مليانة وجع وشكوى، وبعدين نحرق الورقة ونخليها تطير او ندفنها. طب مزنوقين قوي وعايزين نفضفض، بدل ما نطق، نفضفض مع اهل الذكر. اهل الذكر ممكن يكونوا شيخ، ممكن يكون حد متخصص نفسي. المهم يبقى حد مش داخل المشكلة اللي احنا بنعاني منها او مش طرف فيها، حد محايد. طيب صعب اروح لده ولده ولده، ماشي، يبقى 10 دقايق مع حد عاقل موثوق فيه، وما تتكلمش اكتر من 10 دقايق. نختار الشخص المناسب اللي فعلا يهون علينا ويخفف عننا ويشدنا ناحية الرضا بأقدار الله. وأخيرا هناخد خطوات عملية تجاه حل المشكلة اللي احنا بنشتكي منها، ومهم جدا تكون بجدول زمني. طب لو مش كل ده قادر عليه، مش مهم، نرجع تاني نعيد من أول وجديد، نصلي ركعتين قضاء حاجة، وندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يحل لنا المشكلة وييسر لنا السبل لحلها. وبس بقى، بما إن الدنيا شوية من ده على ده، فده عنوان محطتنا الجاية بإذن الله.